السلام عليكم جميعا، معاكم جيهان. شرفني متابعتكم ليا. النهاردة هنقدم طاجن كاليماري أو طاجن السبيط، يعني زي ما بتحبوا تسموه. وهنعمله مع بعض بالجبنة. نمشي مع بعض كده واحدة واحدة. هنجيب كيلو كاليماري ونص سبيط بلدي. الكاليماري بيبقى عبارة عن قطع كبيرة كده بتتقطع صوابع وأجزاء منهم أخطبوط، وده السبيط البلدي. حبيت بس أوريهولكوا قبل ما أقطعه. ده بنشيل العظمة، في عظمة شفافة كده بتبقى جوه السبيط نفسه، وده السبيط اللي الناس بتحب تحشيه لو حابة تحشيه في أي وقت زي خلطة المحشي وكده. فاحنا النهارده هوريهولكوا بننضفه ازاي وبنقطعه. وعندنا كم الخضروات ده والتوابل والثوم والكزبره. هنتكلم على كل حاجه في وقتها مع بعض عشان ما اطولش عليكم. هنا السبيط البلدي ده بيتفتح كده زي ما حضراتكم شايفين. في بعض الحاجات دي بتتشال، لازم تتشال كويس تقطع. في ناس بتحب تقطعه حلقات زي حلقات الخواتم كده، بس دي خطيرة شوية لأنها ممكن تقف في الزور شوية، فبحب أنا أقطعها شرائح طويلة أفضل. على الأقل تتقطع بالسكينة كده، غير لما الحلقة بتبقى خطيرة يعني. بس وبننضفها كويس طبعا، وبتتغسل كويس قوي بالدقيق والخل، بتتصفى كويس جدا علشان لما نيجي نحمرها ما تفرقعش. يلا نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع بعض كده ناخدها في حلة يعني نحط لها معلقتين زيت وتتقدح كويس قوي، وننزل بالكاليماري علشان ما ينزلش ميته. لازم نحمره كويس قوي وما نكترش، يعني الكمية ما تبقاش كبيرة. ننزل كمية قليلة، وبعد كده نبدأ بقى نزود علشان تبقى متحمرة من جميع الجوانب وما تلحقش تنزل ميتها. لو نزلت ميتها تبقى فيها ريحة زفرة مش حلوة، مش هتعجبكم. بس فاحنا زي ما احنا شايفين كده اتحمرت من كل الجوانب. بنزل بقى بالبصل، بصل شرايح عادية خالص. وبنزل بقى بالتوابل، عندي الثوم والملح والفلفل وتوابل السمك، كزبرة، كمون، حبة شطة صغيرين، وحوالي من 3 ل4 فصوص ثوم مطحونين. وانزل بالجزر بقى، الجزر طبعا والفلفل الالوان والحاجات دي كلها بتدي طعم حلو قوي للطاجن، وبتخليه طبعا مفيد مع الكاليماري وبتكمل فايدته. عندنا ده كرفس بلدي. في كرفس المستورد اللي هو الطويل بيبقى عامل زي العصاية كده وفي اخره الورق. لا، ده الكرفس البلدي. كده بنضمن ان هي، شوفوا نزلت ميتها الخضار ازاي عشان يبدأ التسوية. وبحطها على نار هادية على جنب لحد ما بعمل البشاميل. بعمل بشاميل عادي ب4 معالق دقيق ولبن، حوالي 3 كوبايات ونص لبن، وبتبله عادي وكل حاجة. وبعد كده بنزل بالكمية بتاعتي، برش الطاجن بتاعي بالزيت عشان ما يلزقش فيه المكونات، وهنزل بالسبيط والكاليماري زي ما احنا شايفين كده. بحط لهم الكرفس في الاخر كله نازل مع بعضه. هو كان يعني بيبقى يعتبر مستوي، فاضل حاجة بسيطة بس بنسيبهم كلهم ياخدوا الطعم من الموتزاريلا. جبنة موتزاريلا في النص كده بتمسك بقى المكونات دي مع بعضها. فرق معاهم الجبنة وكده عشان تطلع كلها متماسكة مع بعضها. السباتيولا دي جميلة جدا. تاخد حوالي نص ساعة على حرارة 200، وتاكلوه بالهنا والشفا. حابين تعملوا معاه رز بني من رز السمك، او بيتاكل مع مكرونة، اللي انتوا بتحبوه اعملوه. المهم تاكلوا بالهنا والشفا. وتمنياتي ليكم بحياة سعيدة ومع بعض دايما يا رب كده، ونشوفكم على خير. باي باي.